عمرك صحيت من النوم وحسيت انك لابس رداء مش بتاعك؟ رداء تقيل خشن بيخنقك، لكنك مجبر تكمل بيه اليوم وتضحك بيه وتتصرف بيه. اللحظة اللي بتحس فيها انك بتفقد الذات الأصلية بتاعتك عشان بس تناسب مساحة معينة أو عشان ترضي ناس معينة، دي هي اللحظة اللي لازم تقف فيها. الإحساس ده هو إنذار روحي بيصرخ جواك ويقولك انت مش في مكانك. التجاهل هنا مكلف جدا، ومش بس مكلف بالفلوس أو الوقت، مكلف بروحك. المكان ده ممكن يكون وظيفة بتكرهها بس بتقول مرتبي حلو والناس بتحترمني فيها، وممكن يكون علاقة بتستنزفك بس بتقول اللي خروج منها صعب، مين هيستحملني؟ في الحالتين انت بتقدم تنازل يومي بيخصم من رصيد سعادتك الحقيقية. انت بتشوف نفسك بتتصرف بطرق مش بتعجبك، بتنافق أو بتوافق على حاجات انت ضدها تماما، وبترجع آخر اليوم مش عارف مين هو الشخص اللي عشته طول اليوم ده. أنا عايزك تعرف إن الإحساس بإنك مش شبه المكان ده هو أصدق إحساس ممكن تحس بيه. ده مش ضعف، ده دليل على إن الروح اللي جواك لسه حية وبتطالب بالأصالة. العقل ممكن يقنعك إن الأمان في الاستمرار، لكن الروح بتصرخ إن الأمان الحقيقي في الصدق. ما تخافش من صوت الروح ده صوت نجاتك. القوة الحقيقية إنك تعترف بالوجع ده وتقول لنفسك بوضوح: أنا خلاص ما بقتش هنا، أنا ببحث عن مساحتي اللي تشبهني. التكلفة مش في إنك بتصرف طاقة، لأ، التكلفة في إنك بتصرف عمر. كل دقيقة بتقضيها في مكان بيجبرك تكون شخص تاني هي دقيقة مفقودة إلى الأبد من حياتك اللي كان المفروض تعيشها بشغف. انت بتسرق نفسك بنفسك عشان تحافظ على مظهر خارجي متماسك. التماسك ده بيكون وهمي، زي البيت اللي شكله حلو من بره بس أساسه هش. ما تخليش الكومفورت زون بتاعك يتحول لسجن انت بتحرس بابه بنفسك خوفا من الخروج. في علامات واضحة بتظهر عليك لما تكون في مكان مش شبهك. العلامة الأولى هي انك بتحس دايما بتقل غير مبرر. بتحس انك ساحب عربية ضخمة كل يوم عشان تقوم من السرير. العلامة التانية هي انك بتبطل تعمل الحاجات اللي كنت بتحبها. ما بيكونش عندك طاقة تقرأ أو ترسم أو تمارس هوايتك. ده مش كسل، ده إرهاق روحي ناتج عن استنزاف الطاقة في التمثيل. انت بتفرغ طاقتك في محاولة انك تكون مناسب للمكان ده. بص كده على رد فعلك لما حد يسألك سؤال بسيط زي أخبار الشغل إيه؟ أو مبسوط في علاقتك؟ لو لقيت نفسك بتصرف طاقة كبيرة جدا عشان تخلق قصة إيجابية غير حقيقية وتبرر لنفسك قبل ما تبرر لغيرك، فدي علامة خطر. انت ليه بتبذل مجهود مضاعف عشان تقنع الناس بسعادة انت مش حاسس بيها؟ التبرير ده بيوجع وبيأكد انك عارف الحقيقة من جواك بس بتخاف تواجهها. كمان لو لقيت نفسك ان ملجأك الوحيد هو العزلة التامة وانك بتستنى اللحظة اللي تكون فيها لوحدك عشان تقدر تبكي او تتنفس بحرية، فده معناه ان العالم الخارجي كله اصبح بيضغط عليك. انت بتستخدم الوحدة كصمام امان عشان ما تنفجرش، لكن الروح بتقول لو ما كنتش مرتاح وانت وسط الناس يبقى لازم تغير الناس دي او تغير المكان ده. مفيش صحة نفسية ممكن تعيش في جو كله تمثيل في تمثيل. اخطر حاجة ممكن تحصل هي انك التعود على انك تكون مختلف او مش مرتاح بيخليك تنسى اصلا ايه شكل الراحة. بتنسى صوتك الحقيقي وبتنسى احلامك القديمة. بتوصل لمرحلة بتخاف فيها تخرج، مش عشان المكان اللي هتخرج ليه مخيف، لأ، عشان الشخص اللي هتكونه بره مخيف بالنسبة لك لأنك بقالك كتير ما شفتوش. ما تخليش التعود يقتلك بالبطيء. انت تستاهل حياة تشبهك. الخوف انك تسيب المكان ده هو الخوف من الفراغ. انت بتقول لنفسك لو سبت الشغل ده هروح فين؟ او لو مشيت من العلاقة دي هكون لوحدي ومحدش هيعوضني. العقل هنا بيشتغل بدماغ البقاء اللي بيشوف ان الامان في اي حاجة مألوفة حتى لو مؤذية. لكن احنا محتاجين نفكر بالعقل الواعي. المجهول المخيف ممكن يكون بدايتك الحقيقية، بينما المألوف المريح ممكن يكون نهايتك المؤكدة. لما بستمر في مكان مش شبهك انت بتخون اغلى حاجة عندك وهي نفسك.
بتعمل إيه لما تلاقي نفسك بتعاقب ذاتك كل يوم على شيء ما كنتش عايز تعمله أصلا؟ بتوصل لمرحلة بتكره فيها نفسك لأنها ضعيفة ومش قادرة تاخد قرار. الخيانة دي هي اللي بتكسر الروح. أنت محتاج ترجع ثقة الروح فيك، ورجوع الثقة بيبدأ بخطوة صغيرة واحدة بس، إنك ما تجبرش نفسك على أي تصرف بيقلل من قيمتك الحقيقية. تخيل نفسك بعد 5 سنين وانت لسه في نفس المكان ده، بتضحك نفس الضحكة المزيفة وبتقول نفس المبررات. هل هتبقى فخور بالشخص اللي انت وصلت له ده؟ لو كانت الإجابة لأ، يبقى لازم تفهم إن كل يوم بتأجله هو 5 سنين إضافية من العذاب النفسي. التفكير في المستقبل لازم يكون دفعك للتغيير مش عائقك. انت مش شجرة، انت تقدر تتحرك، انت تقدر تغادر. القوة مش إنك تتحمل الألم عشان ترضي الناس، القوة إنك تكون صادق مع احتياجك للسلام الداخلي. أنت محتاج تدرك إن قيمتك مش مرتبطة بوجودك في مكان معين أو في علاقة معينة. قيمتك بتيجي من جواك أنت، من صدقك مع نفسك، من قدرتك على إنك تحترم روحك. الروح اللي بتطالب بالانسحاب من أي مساحة مش بتديها قيمتها. الاحترام ده هو خط الدفاع الأول عن حياتك. حان الوقت تدي لنفسك الإذن بالخروج. الخروج مش لازم يكون صوت عالي ودراما، ممكن يكون قرار هادئ بتاخده جواك. أنا ما بقتش هنا. أنت مش محتاج تبرر قرارك لأي حد، محتاج تبرره لنفسك بس. أول خطوة هي إنك تبطل تستثمر وقتك وطاقتك ومشاعرك في المكان اللي قررت تمشي منه ده. ابدأ بتوفير طاقتك لنفسك عشان تقدر تبني المساحة الجديدة اللي هتكون شبهك. ابدأ بالتخطيط الهادئ. الخروج من أي مكان بتحس فيه بالضيق لازم يكون خطة واعية مش هروب مفاجئ. لو الشغل ما كنتش بتطيقه، ابدأ ابحث عن وظيفة تانية في صمت عشان لما تخرج تكون بتخرج لمساحة أفضل. لو العلاقة مستنزفة، ابدأ تستعيد حدودك وقوتك بالتدريج عشان لما تمشي بقوة مش بضعف. الفارق بين الهروب والقرار هو الخطة مسبقة. علم نفسك تقول لأ، ما توافقش على أي حاجة مش شبهك لمجرد إنك تتفادى المواجهة. قول لأ بهدوء وحزم، وافهم إن رفضك للمساحات اللي مش بتريحك هو أعلى درجات الاحترام لذاتك. كل لأ بتقولها للمكان الغلط هي نعم بتقولها لحياتك الحقيقية. اللأ دي هي البداية اللي بتحدد مين أنت وإيه هي المساحات اللي تستاهل وجودك. أول ما تاخد قرار الخروج هتحس بخفة رهيبة. التقل اللي كنت حاسس بيه هيزول تدريجياً. هتحس إنك بتتنفس لأول مرة من سنين. الإحساس ده هو الدليل إنك كنت فعلاً في سجن، وإنه كان سجن أنت بنيته حوالين نفسك. احتفل بالخفة دي، هي أول جايزة بتاخدها على قرارك الشجاع. ما تخافش من الفراغ اللي هيحصل، لأن الفراغ ده هو المساحة اللي هتبني فيها حياتك اللي بتشبهك بجد. ما تستناش المكان الصح يجيلك، أنت اللي هتبنيه. ابدأ استثمر طاقتك في بناء الروتين اللي بيعكس قيمك، وابحث عن الأصدقاء اللي بيشوفوا روحك الحقيقية من غير أقنعة. أنت محتاج بيئة تغذيك مش تستنزفك. ابدأ من دلوقتي تبني عالمك الخاص اللي لما تدخل فيه تحس إنك في بيتك، في المكان اللي بتنتمي إليه بجد. الحياة قصيرة جداً، أقصر من إنك تضيعها في محاولة إرضاء ناس ما تفهمش قيمتك، أو في محاولة البقاء في وضع مش مريح. الرسالة الأخيرة بتقول ما تجبرش نفسك. لو المكان ده ما بقاش شبهك فهو ما بقاش مكانك. ما تستحقش تضحي بصحتك النفسية عشان صورة أو مظهر أو أمان وهمي. السلام الداخلي مش بيجي لما تستقر في مكان واحد للأبد. السلام بيجي لما تكون مرن بما فيه الكفاية إنك تعرف إمتى تمشي. ما تخافش من المغادرة. المغادرة ممكن تكون أعظم هدية بتقدمها لنفسك. أنت تستاهل تكون في مكان فيه راحة وشغف وأصالة. مكان تكون فيه أنت بس، بكل صدقك وضعفك وقوتك. أتمنى إن رسالة الروح دي تكون وصلت لقلبك اللي تعب. ابدأ رحلة الخروج بوعي، وتأكد إن الروح اللي جواك هتكون دليلك. خليك صادق مع ذاتك عشان تعرف تعيش حياتك الحقيقية. الزتونة بتاعت رسالة الروح دي هي أنت مش شجرة، مش مجبر تكمل في مكان روحه ما بقتش شبه روحك. ما تخافش من الفراغ اللي هتعمله ده هو اللي هتزرع فيه حياتك الجديدة. ولو الرسالة دي لمست قلبك واديتك القوة، ما تنساش تدعمنا.
اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل روح تايهة محتاجة تسمع الكلام ده، وسيب كومنت وقول لنا ايه هو المكان اللي قررت تمشي منه عشان تحترم روحك. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، اشترك دلوقتي عشان ما تفوتكش رحلة العلاج دي. سلام عليكم.